cœur saigne dans la foule qui s'emporte. Connaîtrons-nous un jour la liberté chérie? المكان هذا كانت دار شعب يسموها تجمعيين، فهمتني؟ كانوا يترأسوها التجمعيين والانخراطات كلها تجمعيه، فهمتني؟ ولت اليوم بعد ما عملنا الثوره المباركه هذه معناتها دار الشعب هذه بدلناها دار شهداء. شكون يعني اللي سقطوا عنا، الشهداء اللي سقطوا عنا هنا ولا في بوزيد ولا في تونس في اي بلاصه، القصرين تالا الكلهم، فهمتني؟ بعد سقوط الشهداء سميناها هذه بمنطقه دار الشهداء، كانت دار شعب ولا دار شهداء. Connaîtrons-nous un jour la liberté chérie qui de Sidi Bouzi à Tunis nous sourit. محمد بن مبروك المنصري، قاطن بتونس واصيل منزل بوزيان، ابن الشهيد مجدي المنصري، استشهد يوم 12/1/2011 كان ينسق العمليات بين المنيهله والتضامن، وكان يحث ابناء تلك الربوع على الثوره وينسق مع شباب منزل بوزيان. فلما كان عائدا من احدى اللقاءات قال للعون الحرس انا مجدي راني مروح لدارنا، فقال له اجي يا مجدي. وقت اللي جاء اطلق عليه النار. أنا بشير بن أحمد بن عبد الله عماري، بي الشهيد محمد عماري. النهار اللي مات فهمت نحن مشنا حاضرين، مشنا موجودين اصلا، جونا جابوا لنا كرهبه قالوا لنا راهو جرح، جينا نحوسوا عليه ما لقيناش. تعديت للسبيطار عرفت ثم حاجه، خلاص ما زلت ما خلطت في السبيطار، طحت انا دخت ما ندريش، خلطت نلقى روحي في السبيطار. فمك هنا قعدت ساعه ولا ساعتين نسال في واحد كجو خرج فيه، قالوا له ما تقولوش راه مازال هنا. مشيت هزوني نلقاه مضروب من هنا خارج من هنا من دون، فهمت؟ وعاش فهمت خلال الازازه نتاعته وقرا 4 سنوات، تخرج عدى الكباسه نهار الثلاثاء، نهار الجمعه توفى. أنا أخت الشهيد شوقي حيدري، ليلى حيدري، منزل بوزيان طبعا ولاية سيدي بوزيد. تظاهرة طبيعي كسائر البلاد، يعني تونس كاملة مش كان منزل بوزيان الكل. طبيعي نحن بعد محمد بوعزيزي أول ثورة قامت هنا في بوزيان نهار 24 ديسمبر 2010، وأول شهيد هو شوقي خويا تضرب بالرصاص نتاع الغدر، ولكن مات ثاني شهيد يعني، لأن محمد عماري جاي باش يهزه حاسينه ضربوه برصاصة، مات من بعد 4 ساعة، بعد 5 أيام يموت شوقي خويا نهار 31 ديسمبر 2010. Pour plus d'égalité, nous nous sommes relevés dans la dignité. Seras-tu là demain pour écrire notre histoire? Nous donnera-tu? أنا والعماري أخت الشهيد محمد عماري، أول شهيد في ثورة الحرية والكرامة، توفى نهار 24 ديسمبر 2010. نحب نقول كلمة للدولة المؤقتة ذي والرئيس الجمهورية اللي نحن قاعدين ننتظروا في القضاء لحد الآن ما صار حتى شيء لمدة عام. توفى نهار 24 24 ما ثم حتى شيء، ما ثم حتى تقدم ملحوظ. La révolution déjà